السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى. نجي الآن نطبق مثل ما قلنا اللي هو السمك بالطحينة على الفرن وبالمرق برضو على الفرن. أول شيء نقول بسم الله واذكر الله، قول ما شاء الله لا إله إلا الله. ما تجي كذا وأرجو أن تنال على رضاكم مع الشيف معاند السراب، وتكون إن شاء الله أكل شهية لنا ولكم تطبقونه بإذن الله. أهم شيء عندي تعليقكم وكلامكم الطيب معايا. هذا الآن طبعا كل هذه التجهيزات كانت البارح بالليل، والآن جالسين نطبقها عشان نسويها. طبعا هذه الآن نقرب لكم من برضو الكاميرا تشوفون. بسم الله. هذه الآن نصب الطحينة عقب ما ضفنا عليها الليمون وضفنا عليها الفلفل وضفنا عليها الملح. الآن صبيناها. طبعا هذه الطحينة تعطي جدا طعم غريب للسمك مع الطبخ، ونخليها لمدة ساعتين إلى ساعة ونص أو ساعة و45 دقيقة. طبعا تقولون ليش تطول؟ هذا سمك طبعا لابد تعطي استواء كامل. إذا ما استوت كامل راح تعطي ريحة من كويسة من ريحة زناخة السمك. نجي بعدين نغلفها نحكمها بالغلاف اللي هو بالقصدير. نقفل عليها